طيب يا استاذ هو بده المي ثاني أكيد لأنها على حياة مسموع جلال حياة مكتب وصيل أبو وصيل أحب على الرحب والسعة عبد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ مميز وببطولة مميزة وبموسم جديد وبمديرية من أطراف جنوبها الجنوبية من خيران المحرق وبالتحديد من منطقة الداني. هنا ملعب الإنماء، ملعب الاستضافة لفريقين كبيرين باسم الاتحاد هران من أفلح اليمن ثم أسلم قلب محافظة حجة تقدم لنا اتحاد المظفر بالشعار وباللون الأحمر مع قصة الفقيه سبورتس لكل محبين هذه القناة التي اتسعت رقعتها وأصبحت تغطي حدثا وأحداث. مشكور أصيل مكتب الأخ جلال أبو أصيل، أيضا مكتب أبو أصيل مثنى لمن هزه الشوق إلى زيارة الأماكن المقدسة، يقوم أيضا بالتغطية هنا عبر الحدث عبر اللايف مع الفقيه سبورتس. ما هي إلا لحظات لتبدأ الصافرة عبد الله شرف حكما لهذه الساحة، أيضا بوجود الزملاء والمصورين والإعلاميين وكل من حضر هذا الجمهور الغفير. يلا واصل الملقب بالقوة واصل يلا. نعم، بدأ الأب التنازلي من أجل انطلاق صافرة عبد الله شرف، الرجل الذي يصول ويجول في عالم هذه المحافظة كل يوم من مديرية ومن مديرية إلى أخرى من بطولة يحيى السوار هناك في منطقة دير الحسي. اليوم يشد الرحال إلى منطقة خيران المحرق وبالتحديد ملعب الإنماء هنا في منطقة الداني. شكرا لكل المحبين لكل المتابعين لقناة الفقيه سبورت من كل مكان، من خيران، من جمانة، من كسر، من قلب محافظة حجة أسلم. مشكور يوسف الفقيه، مشكور الإعلاميين وكل من ساهم ونظم، مشكور اللجنة هنا في هذه المديرية وبالتحديد في هذا الميدان. مشكور كل من أتى وشد الرحال إلى هذا الميدان وترك المهمة والمهمات من أجل حضور المتعة والإثارة والتحدي بين الاتحادين. فلمن سيؤول اللقب والكاس؟ هل سيذهب إلى أفلح اليمن لتكون له البطولة الثانية والبطولة الثالثة على موعد قريب مع فريق أهل شقير ضمن الوصول بجدارة واقتدار ليصل؟ واسمحوا لي أمي خميس أن يكون واصفا ومعلقا هنا ولكم طيب وكرم المتابعة عبر قناة الفقيه سبورت. اتحاد هران أفلح اليمن في حراسة المرمى الخشبات الثلاث، واحد من أميز الحراس عسين بونو وحسن بوتري، يا من صار وجال في عالم الساحرة المستديرة كحارس مرمى جمال حاشد الرقم 3، عبد أحمد محمد أحمد 4، أسامة القائد الرقم 5، عبد الكريم فلاش، حاشد مهمري 10، محمد جبران قلب الأسد الرقم 2، ياسين عبد العزيز 15، عبد الوهاب رادان الرقم 11، شاكر يامر الرقم 20، أحمد علي جماعي 8. مدربا لهذا الفريق علي صالح حفيظي. انطلقت صافرة عبد الله والكرة إلى اتحاد
حران مقطوعة أمامية وصلت إلى قلب محافظة حتى أسلم. تعود أمامية للجهة اليسار يأتي الكرة من طبران. لا زالت الميدان. تعود معادة المدفر للجهة اليمين. أقرب وفيها فاول بقرار أنت يا عبد الله من الجهة اليسار. الحكم المساعد غريب. ومن هنا ايضا في ساحة الميدان واحد من اميز الحكام تطور يوما بعد الاخر ليقدم نفسه كبديلا لهذه المحافظة كحكم اول في ظل غياب القوسين والجوالجة. الحكم النمبر 1 على مستوى المحافظة يحيى خمد. حضر هذا الجمهور من اجل المؤازرة والكرة في هيلعب فريق حران من الجهة الجنوبية بالزي الأسر وفريق المدفار اتحاد المدفار أسلم من الجهة الجنوبية للميدان. بعد شوية شكرا لهذا الجمهور وارفع لهذا الجمهور القبعة لمن أتى. يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس والمقل قلوبنا هي المحل. مشكور ايضا للتغطية الاعلامية الثلاثي المكون من ابو يزن تغطية ميدانية عبر البث وايضا قناة الفقيه سبورتس التي تقوم بالحدث والاحداث من اجل الكرفان والقمة. كبير مارس صح. كرة الاتحاد الران امامية قدام. برافو حاسد الرادان رقم 11 لكن تعود معادة مرة ثانية مجددا لفريق الاتي. اتحاد افلح اليمن فيها فاول هي محظور من الجهة اليسار سينفذها الغدار بالقدم اليمين اماميه تتعدى المنتصف على مسار الجزاء. حارس المرمى لا اول تهديد حقيقي والكره مرت سليمه نعم. وماذا يقول هي اوفسايد او تسلل لكن كسر على نيابه. افلح اليمن يريدها بكير يريد ان يضرب بالمليان وخاصة بالاسلحة الفتاكة معه في الجهة اليمين وفي الجهة اليسار. بدأت التوجيهات بدأت المناصرة بدأت المؤازرة ولكن غريب يكذب ويقول هي تسلل ويؤكد على القرار عبد الله شرف. كما سمعني تعود الإيران. أفلح اليمن يريد تحقيق بطولة ليؤكد الأسبقية في فاول مبدأ الإدفاع الأتلتيك. كرة أمامية في فاول الآن ويؤكد القرار هي للزي الأصفر هي للفريق الاتحاد. اتحاد من الجنوب واتحاد من الشمال ولكن اتحاد أفلح اليمن حتى الآن أكثر وصول واكثر ماذا لكن كرة القدم لا تعتمد على الاستحواذ. هي مباراة كاس ضرب واحمد الشبكة كما شاهدنا في الكلاسيكو الكبير. حمزة الرقم 10 من يراهن عليه اسلم قلب محافظة حتى. لا زالت الميدان الرقم 8 رادان لا زالت فيها تسلل. برافو غريب. جمهور غفير يحضر هذه القمة. الكرة للجهة اليسار الرقم 10 يغير اللعب كليا من الجهة اليمين الى اليسار. استلم غوض كرة راح فات بالأنيق ولكن الكروس والضغط ياتي من الران الى خارج الميدان. رمي التماس الى المدفار امامية قدام في وسط الميدان لا زالت تضرب. تعود الكرة الى اسلم ترويض الكرة في الجود غير اللعب كليا. قوية حمزة بين اثنين يأمن عليه جبران الكرة الى الركب. يلا بوتري
أفلح اليمن يريد بطولة أخرى، وبالتحديد من مديرية خيران من ملعب الإنماء، هذا الميدان الذي حضر إليه عدد كبير من الجمهور والمحبين والمتابعين لهذه القمة المرتقبة مساء هذا اليوم. نعم، هي صراع على لقب وكاس. أمامية قدام مقطوعة من محمد جبران، وصلت أمامية حلو ردان، ليس فاروق الشافعي، حلو حمزة، برافو حمزة، ياسين بونو يؤمن على كرة، وبريحية يستلم ياسين، حلو حسن بوتري، يدو رجل أمامية على مسار الجزاء هي للحارس، وفيها تسلل بقرار غريب. هل بعد هذا الهجوم ستأتي عواصف؟ أكيد عاصفة تهز الشباك. حارس المرمى من أعلى نقطة يطلع، برافو حسن، يلا بوتري. شكرا لمن حضر، لمن ساهم، لمن طور، لمن نظم هذه البطولة. على مسار الجزاء تأتي المسألة، جول، لا جول 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 جول، ما فيهاش تسلل، افرض أفلح اليمن بالأول، هدف أول، ماذا هناك؟ يؤكد القرار الصرفي، هدف أول لاتحاد اليمن. أفلح اليمن يفرض بالهدف الأول في الدقائق الأولى من الشوط الأول. ناوي من أجل اللقب، ناوي لن يستهين الأحمر، سيردون مرة سليمة على مرمى حسن، ولكن هدف أول للأصفر، هدف أول للضيوف، هدف أول لاتحاد الران. يفرح معها مدرب وكوتش الفريق علي صالح حفيظي بالراس، وصلت الى ردان، لا زالت الكرة في الميدان، يأمن عليها، لا زالت ردان تحت الفرصة، ولدان تكفيها فاول الآن، ويؤكد القرار لصالح من؟ لصالح الرجل الأصفر. ناوي وللتأكيد بالهدف الثاني ناوي. حلوة جميلة، وهدف تماس امامي فيها فاول. نعم، فاول على هران. هل مع هذه الفرصة يأتي هدف التعادل؟ أحمر خطر. شكرا لتغطية الإعلامية، شكرا لصاحب هذه القناة ملك الأقصى يوسف الفقيه. فرصة مواتية للمدفر بالقدم اليسار، يفلت الغدار ياسين بونو إلى ركنه،
ياسين او حسن بوتري الى اول ركنيه لصالح المدفار من الجهه اليسار. هل تاتينا هذه الفرصه التعادل؟ يستأنف اللعب داخل البوكس، مرت بردا والسلامة على مرمى حسن بوتري. يستأنف اللعب للمدفار من الجهة اليمين، يأمن عليها لا زال التماس. الاتحاد أسلم حتى الآن يعاني، يريد العودة مجددا قبل هدف في الشوط الأول، قادر للعودة مجددا لنقطة البداية. تماس بل فاول بقرار الشرف. عبد الله حلوة، عبد الله شرفي بجدارة واقتدار من نهاية إلى نهاية يقدم نفسه كحكم ساحة يوما بعد الآخر ومن بطولة إلى أخرى. سينفذ حسن بوتري بالقدم اليمين، تتعدى الدائرة، كروس حلوة الرقم 8 مبعد أين أنت حمزة من يراهن عليه أهل أسلم وخاصة الصقر. تماس أمامي خطأ ونو جود في الكنترول والترويج. يلا محمد جبران لمسة من الرقم 20 لا زالت الميدان، هي تماس للرن. فرصة مواتية يفرقون بالثاني. هران جبران لا زالت الميدان، كروس امامي عكسية وهي نازلة. الرقم 8 اراد ان يصطاد الشبكة لكن مرة سليمة. اسمع جمهور فريق المدفار او اسلم، هم يبحثون عن الريمونتادا، يبحثون عن العودة مجددا للاجواء. جبران لا زالت فيها فاول ومحظور لصالح المدفار، لصالح اتحاد اسلم. اسمر اسمراني من دلك عليه اسمراني الرقم 13 امامية قدام مقطوعة بالراس، الخطورة حاشد. يلا رادان، يلا رادان، فيها فاول ما فيهاش، حكم اللقاء يقول هي ركلة مرمى. يسير بخطوة كانت المدرب القدير علي صالح حفيظي مع كتيبة أفلح اليمن وبالتحديد اتحاد الرن. سجلوا هدف ووصلوا للشبكة والآن يحمون شباكهم، لكن ستعطل بأمطار طالما وهناك الأحمر من كل الجهات يشن الهجوم من الجهة اليمين ومن الجهة اليسار، ولا زال سلاح فتاك يقف بجواره واسماعيل خلدون. من الجهة اليمين فرصة مواتية، أسلم هل يعودون؟ يضرب حمزة، يضرب حمزة لكن إلى خارج الميدان. برافو حسن بوتري للجهة اليسار، استلم راح عبده الى وسط الميدان مبعد من قلب الاسد. ياسين حذاري يا ياسين، حذاري يا حسن. الركنية الثانية للمدفار. شكرا لكل المحبين المتابعين من كل مكان من هناك
من مديرية مصطفى، من جبال كلان، من المالكي، من ابو نبيل الرياض الكثير لمديرية اسلم. اسلم الان يبحثون الريمونتادا، يبحثون عن عودة مجددا. شكرا لك علي محمد العمري، الكل من يتابع عبر قناة الفقيه سبورتس. الشكر الجزيل لهذا الرجل من قام بالتغطية الميدانية. ايضا علي شيخ الشكر الجزيل لك يا هارب، الشكر الجزيل لمنيف، الشكر الجزيل لكل محبين ومتابعين قناة الفقيه سبورت، لهذا الجمهور الغفير لمن اتى تحت زخات المطر. يطلب الكرة عبد الله شرف. لمن التحق بنا عبر البث. نتيجة هذا اللقاء تصب لصالح اتحاد اليمن. افلح اليمن يتقدم بواحد، لكن بونو يبعد الخطر في فرصة مواتية كادت ان تغالط حسن بوتري، ولكن الركنية الثالثة هل تكون ثابتة يا فقيه؟ هل ياتي هدف التعادل؟ هل تاتي الريمونتادا 3 ركنيات في الشوط الاول دون جدوى دون فائدة؟ قد ياتي هدف. شكرا علي شيخ التغطية الميدانية لهذا الرجل الاعلامي المميز. يلا حسن بوتري بالقدم اليمين للجهة اليسار. اين انت يا رادان؟ لا زالت الميدان قوية تعود 3-1. برافو محمد، وصلت الى رادان. برافو جبران، حلوة محمد جبران بالقدم اليسار قلب الاسد الغدار، وحارس المرمى بجدارة واقتدار يمسك الى خارج الميدان. هي تماس من الجهة اليمين للمدفر، تماس امامي في الجهة اليمين. لا زالت للاتحاد، ولكن هذه المرة لأسلم فاول محظور من الجهة اليمنى. بالقدم اليسار مقوصة في البوكس، بيبعد حسن قريب التعادل. لا يبعدون، يقاتلون، يصارعون، يريدون الأوضة، وهذا حق مشروع من حقوق المدفر. بالراس حمزة يخطئ، لا زالت الميدان حوار على كرة طويلة أمامية. يبعد جبران، برافو محمد. فاروق فيها فاول لاتحاد المدفر. بالقدم اليسار للجهة اليمين بالراس مبادئ حداري. حمزة تسلل، ولكن يستميت حسن بوتري في حماية الشبكة. أمامية من حسن، مبادرة حتى جول. لا يقدرون يضيعون. نعم تسلل، والله لكي اتحاد المدفر سهلة وصلت الى حسن بوتري بأريحية. استلم ابو علي، يلا ياسين بونو. مشاركات عديدة وعديدة، برافو حسن. امامية قدام بالراس، اين المكملين؟ حلوة جبران، محمد جبران بالقلب بالكروس امامي في الجهة اليسار. يعود الغدار حمزة. يلا حمد، حمزة غير اللعب كل يوم. راح السبعة، راح السبن، فيها فاول وفرصة مواتية لاتحاد المدفر.
اسماعيل سلطون. فرصة مواتية، هل ياتي التعادل؟ أكثر المشاركات بالنسبة لأسلم فريق التضامن، من أتى من الحيض بأساطير ولاعبين مميزين أمثال هذا الأسمراني من يقع على الدكة اسماعيل سلطون. براس مبادة، حلوة جبران محمد إلى خارج الميدان، هي تماس. بالقدم اليسار على مشارب الجزاء بالراس مبادة، ترويض الكرة للجود، ليس بالترويض المستوى على مستوى مبادة وجبران في كل مكان ما شاء الله. تماس يلا حمزة بالراس، من يراهن عليك أسلم بقيادتها بالصقر وكل من أتى من أجل قلب محافظة حقه، لكن يقعون تحت الضغط حتى هذه اللحظة. ثلاث ركنيات دون جدوى، ولكن من فرصة واحدة اتحاد وهران وصل أو هران. قلب الأسد فاروق يبلع حتى الآن، بلام حصل في قلب الدفاع. تماس من الرقم 5 استلم روض جبران، مر الأميد لكن كرة لا زالت يطالب بفاول. مبادئ أمامية، يلا سامي حلوة وصلت للنمبر 9 رقم 10 يعيدها بمبدأ السلامة. برافو فاروق. لا زالت الميدان الكومبليت ياتي، غير اللعب كليا. اين الوسط جبران، برافو محمد، كرة حذاري استلم بأريحية حارس المرمى. ريس البحري، لا زالت الميدان، غير اللعب كليا. أمامية قدام، يبعد الخطر والأخطر. لا زالت الكرة جبران، حلوة محمد بالراس الشافعي فاروق. شكرا أبو طالب لمن يجتهد من أجل هذا الجمهور، ولكن يامي مقتنع بنهاية بطل سبورت. لا زالت الكرة في الميدان، عرضية مبادئ خطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء ماذا؟ ركلة جزاء ماذا؟ هل سيعودون أسلم؟ فرصة مواتية من على شرم الجزاء، ماذا يقول؟ نعم فرصة مواتية من على مسار الجزاء، فرصة مواتية لفريق المدفر او الاتحاد او التضامن او اسلم. هل يعود اسلم قادر على العودة مجددا؟ ولكن الاسلحة الفتاكة هو اسماعيل سلطون ينظر يترقب. حمزة يا حمزة قوية، مرت سليمة، مرت سليمة من أسامة، مرت. يطالبون هل ستعاد مجددا؟ ستعاد التنفيذ.
فرصة مواتية من خارج الجزاء بالقدم اليسار يضرب مرة سلمة أسامة إلى خارج الميدان. يجي سبعة مرة عشان بعدين كان تقريبا لازم يا اخي الدم جاهز ذاك يا اخي والله مو مجهز هذه صبرة بس امانة والله ما يصبر ولا مو معي. دقيقة من اجل التقاط الانفاس يعطيها عبد الله شرف ومن اجل شرب الماء، لكن ان التحق بنا عبر البث النتيجة تصب لصالح افلاح اليمن اتحاد هران. اجرب الماي يستأنف اللعب وفاول لصالح الاتحاد، ولكن هذه المرة للأصفر اتحاد هران. من القدم اليمين ستلعب مقوصة على حارس المرمى رئيس مقلحي، قوية أمامية وكاد أن يصطاد الزاوية مرة سليمة. هدف أول تتعدى المنتصف على مسار الجزاء، حائرة في الدائرة، لا زالت الميدان للجهة اليسار. مبعدة هيا ردان على الصدر، ترويج الكرة بالجود، مر الأميس بالإصرار بالإرادة، لكن هنا الضغط يأتي. وصلت إلى حمزة الخطير، حمزة يتركها بمبدأ السلامة ليكسب رمية التماس. هي رمية الجانب فيها فاول واستئجال، والحكم يقول تماس عكسي أو خطأ عكسي لصالح هران. يمر الأمير فيها فاول الآن. يلا جبران قلب الأسد محمد
الركن 2 بطولات ومشاركات عديدة لهذا اللاعب محمد جبران بالقدم اليمين داخل البوكس ايمن يكمل جول. جول ثاني فيها دفع. هذا الهدف ملغي، هدف ابيض. لا ملغي، استخدم اليد، استخدم اليد. نعم هذاك التكريم. ركنية من الجهة اليمين لصالح فريق التضامن بالراس مبعدة. لا زال فراد بالشمال مبعدة أمامية. يلا فاروق استلم رواد محمد لكن الضغط يأتي. يلا ردان لا زالت الكرة في الميدان. تعود الكرة للخلف. حذاري جبران مبعدة أمامية. مر الكسر الغدار. وصلت منطقة تحت ضرب قوية. جول. لا وبرافو بلحي. هنا ركنية أولى لصالح وهران. هران يلا هران برافو للتصحيح المعلومة. ولكن هران يسيرون بخطى ثابتة نحو الهدف الثاني. هدف ثاني أبيض ويريدون التأكيد في هدف ثاني على فريق التضامن. ركنية من الجهة اليمين. أين الروس؟ يبعد فاروق. لا زالت الكرة في الميدان. تماس من الجهة اليسار لصالح الأصفر لصالح أفلح اليمن. أمامية حمزة.